بس معانا مداخله، معانا الكابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن اسامه اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا تامر وضيوفك، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. يا رب تكون بخير يا فندم. الله يكرمك، الله يخليك. الحمد لله يا فندم. بنسال سيادتك بس على اهم واخر استعدادات النادي الاهلي لبطوله الدوري العام وبطوله افريقيا. ايوه، ما هو التدريبات انت شايف ان هي شغاله يوميا، والنهارده طبعا كان في مباراه سموحه. كانت تجربه جيده. يعني تجرب فيها مجموعه كبيره من اللعيبه. يمكن مستر فايلر لعب تقريبا بالشكل قريب قوي من الشكل الاساسي اللي كان بيلعب بيه في معظم الماتشات. تمام. وفي ناس حوالي 5-6 لعيبه نزلوا في الشوط الثاني، فالشكل كان كويس على الفتره اللي اللعيبه بس اتمرنتها بعد طول غياب اكتر من 3 شهور وشويه يعني. تمام يا فندم. فالاداء كان جيد. وكهربا جاب جولين حلوين، واجاييه ومروان. فبصفه عامه الاستعدادات ماشيه بشكل كويس يعني. هايل. طب النتيجه يا فندم الكبيره النهارده على نادي سموحه، نادي كبير، هل دي تؤكد ان النادي الاهلي ماشي في الطريق السليم؟ بص، النتائج بتاعت المباريات الوديه مش شرط تبقى محدده للمستويات بدرجه كبيره. صحيح بتدي انطباع، لكن ممكن جدا انديه بتبدا في فترات الاعداد نتائج سلبيه شويه، والعكس في انديه بتبدا بنتائج كبيره بتدي مؤشرات، ولكن ما بتبقاش المؤشرات النهائيه. لانك انت اولا خلي بالك ظروف الكورونا، وان اللعيبه تقعد اكتر ما يقارب من 4 شهور. خلي بالك دي فتره طويله جدا. عمرنا يعني في حياتنا، انا عمري ما اتذكر وانا مثلا لعيب او انا مدرب ان احنا خدنا مثلا اكتر من 15 يوم فتره راحه يعني. صحيح يا كابتن، صحيح. بالك، فطبعا دي بتعمل فروق كبيره جدا 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 في مستويات اللعيبه. لانه مين اللعيبه اللي كانت بتتمرن في مصر؟ تمام. مين اللعيبه اللي كانت قادره بصفه دايما الاجهزه بتاعتها متابعاها؟ صحيح. في ناس كانت شغاله في الجزئيه دي، معقول مش هقدر اقول لك 100%. صحيح. لكن انا متاكد ان في انديه كتيره جدا لاعيبتها خدت فعلا فترات سلبيه في الراحه كبيره جدا جدا يا فندم، جدا. يعني انت لو انت في اوروبا، اللعيب اولا هو محترف بشخصه. يعني قبل ما الجهاز الفني يحط له برنامج تدريبي، هو نفسه بيبقى عايز نفسه على الشعره مهما فتره اللي قعدها يعني. بيحافظ على نفسه. هتلاقيه بيتمرن بصفه يوميه بشكل صحيح. كويس، هتلاقيه متابع بشكل كويس. لكن هنا هتلاقي فروق فرديه كبيره جدا بين الانديه واخرى في درجه استعداد اللعيبه في الفتره اللي هي ال4 شهور اللي فاتوا، اللي هم كانوا قاعدين فيهم في يعني شبه في البيت يعني. صحيح. فممكن النادي الاهلي يكون جاهز اسرع من انديه اخرى. لعيبتها كانت واخده يعني الفتره السلبيه كانت مش شغاله فيها بشكل كويس. صحيح. فهيحصل تباين كتيره قوي الفتره الجايه، عقبال ما هتلاقي بعد ماتشين 3 4 في الدوري لما يشتغل إن شاء الله المستويات ابتدت تعلى في النواحي الفنيه والبدنيه والاقتصاديه طبعا. فعشان كده النتائج عامه، حتى لو فترات الراحه كانت اقل من كده، ممكن يحصل فيها النتائج دي. لكن ما بالك بقى احنا كمان بقى لنا 4 اشهر، فعشان كده ما يبقاش ده حكم نهائي. صحيح. لكن بالنسبه للنادي الاهلي كان شكله كويس طبعا. تمام يا فندم. حضرتك شايف يا كابتن ان النادي الاهلي كده يعني حسم الدوري العام السنه دي؟ الدوري محسوم بقى، يعني ما نضحكش على بعض. مع احترامي الكامل لانديه مصر كلهم. تمام. النادي الاهلي كان ماشي بخطى ثابته جدا. تمام. فرق كبير قوي في النقاط بينه وبين اقرب، يعني طبعا المنافس التقليدي طبعا نادي الزمالك نمره 1 طبعا، ثم بيراميدز، ثم المقاولين العرب بالاداء اللي ادوه السنه دي في الدور الاولاني. ولكن انت بتتكلم اللي هم الفرقتين الاقرب للمنافسه مع النادي الاهلي، وخاصه نادي الزمالك فرق ما يقارب 18 نقطه تقريبا او 19 نقطه. صحيح. مع المقاولين العرب حوالي 16 17 نقطه. مظبوط. صعب يعني، عايز اقول لك يكاد يكون مستحيل تمام الانديه دي تكسب كل 17 ماتش المتبقيه، والنادي الاهلي يخسر له 6 7 ماتشات. صح. يعني
في الدوري المصري مش هيحصل، مش هيحصل. فانا بقول لك النادي الاهلي يعتبر حسم الدوري العام يعني. حضرتك شايف موضوع تعديل الذهاب والعوده في افريقيا، ان دلوقتي الماتش بقى ذهاب وعوده؟ احنا كان ماتش قبل النهائي، كان ماتش واحد كان هيبقى في الكاميرون، ولكن الكاميرون اعتذرت. دلوقتي هم عادوا النظر ان يكون ذهاب وعوده. حضرتك شايف ده في مصلحه الاهلي والزمالك ولا لا؟ بص خلي بالك، البطوله لو كانت اتلعبت بالنظام اللي كان الاتحاد الافريقي عايزه، اللي هو مجمعه والاهلي يلعب مباراه واحده مع الوداد والزمالك يلعب مع الرجاء ثم نهائي، تمام، هتبقى في مصلحه الرجاء والوداد اكتر لما يكونوا ماتشين، مع احترامي الكامل. ليه يا كابتن؟ لانه خلي بالك النادي الاهلي يعني افضل فنيا من الوداد كويس، ونادي الزمالك افضل فنيا من الرجاء. تمام. فتملي طبعا مستويات متقاربه، ولكن انا بقول لك نسبيا لما بلعب مع فرقه اقل مني مباراتين بيبقى في صالحي اكتر ما العب معاهم مباراه واحده. مباراه واحده ممكن جدا انت تبقى متفوق فيها وتخسر. تمام. ولذلك انت في الدوري العام بيقال ليه مسابقه الدوري العام هي البطوله الاولى في العالم كله، لانك انت بتلاعب مثلا زي الدوري الانجليزي مثلا 20 فرقه، او الدوري المصري بس 18 فرقه، انت بتلاعب كل الفرق ذهاب وعوده في نفس الظروف. تمام. فاذا لم توفق في بعض المباريات، لكن لو انت الاقوى هتوفق في معظم المباريات. صحيح. والعكس، لو انت اضعف اذا وفقت في مباراه ولا اثنين ولا ثلاثه، زي ما ممكن يحصل مره في الكاس مثلا الاهلي بيلعب مع فرقه درجه ثانيه ويخسر، او الزمالك يخضع مع درجه ويخسر. تمام. فتملي عدد المباريات لما بيكتر بيبقى في صالح الفرقه الاقوى. فانا شايف انه في مصلحه الاهلي والزمالك اكتر انه يلعب ماتش ذهاب مع وعوده، الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء، في مصلحتهم اكتر من ما يلعبوا مباراه واحده. طب حضرتك شايف مين الفرقه الاقرب للبطوله، الفوز بالبطوله السنه دي؟ بص، هو لغايه قبل موضوع الكورونا، بص الكورونا ممكن تغير حاجات كتيره في سواء جاهزيه لعيبه، سواء اضافه لعيبه، سواء في لعيبه مثلا تكون مؤثره مصابه رجعت لفرق. تمام. يعني تغييرات كتيره حصلت في الثلاث اربع شهور دولت والفتره اللي جايه. لكن قبل الكورونا انا كنت اقول لك الاهلي مثلا نسبته مع الوداد 70 ل 30%، والزمالك نسبته مع الرجاء يعني تكون في ال 60 40%. لكن انا ما اعرفش بعد موضوع الكورونا والتوقف لمده 4-5 شهور صحيح الحاله اللي هيبقى عليها كل فرقه منهم دلوقتي. هل حاله الاهلي هتبقى ايه؟ حاله الزمالك هتبقى ايه؟ حاله الوداد هتبقى ايه؟ حاله الرجاء هتبقى ايه؟ فالموضوع ممكن يبقى مختلف نسبيا، ولكن ما زلت بقول ان الاهلي والزمالك فرصهم اكثر للوصول للنهائي ان شاء الله. يا كابتن سؤال اخير لحضرتك، هجوم النادي الاهلي بعد عوده ازارو، وفي اخبار مؤكده ان هو رجع النادي الاهلي، حضرتك شايف ان الاهلي في حاجه لازارو؟ بص انا هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري انه ازارو بالنسبه للمهاجمين الموجودين اعتقد ان هو مؤثر. احسنهم اعتقد. لكن لو انا هجيب حد افضل من ازارو ده موضوع تاني. يعني لو انا جبت مهاجم مستوى اعلى من ازارو او مستوى اعلى من اللي موجودين اقول لك لكن ازارو في بالنسبه للموجودين هو لا يقل عنهم، بالعكس ممكن يكون عنده مميزات كمان اكتر في حاجات. فهو مؤثر، وان كان طبعا الراجل مستر فايلر يعني في بادجي وفي مروان واحيانا اجاييه كتير شفناه بيلعب في مركز راس الحربه، بيلعب بالشكل اللي هو راس الحربه الوهمي شويه. صحيح. وممكن جدا طبعا، بس هو ده لسه ما يعني ما اندمجش او لسه ما لعبش كتير مع النادي الاهلي، اللي هو كهربا. كهربا ايضا بيعرف يلعب في مركز راس الحربه اللي هو بيبقى متحرك اكتر ويكمل زي راس الحربه الوهمي. صحيح. لكن انا بشوف ان ازارو من وجهه نظري انه لعيب جيد، رغم ان هو كان يعني يمكن عنده شويه بيضيع فرص ممكن تكون بالنسبه للناس سهله، ودي حقيقه، ولكن كان بيوصل كتير ومزعج وسريع. فانا زي ما انا قلت لك لو في افضل منه، يعني لو النادي الاهلي جاب افضل منه ممكن ما يبقاش في حاجه ليه، لكن هي بقى في النهايه وجهات نظر
وهنشوف مستر فايلر رايه ايه في الاخر يعني. طب انا قبل ما اختم مع حضرتك بس معلش، ايه راي حضرتك في نادي القرن، قضيه نادي القرن بص اللي على نادي الساحه؟ القرن، بص نادي القرن، النادي الاهلي، الموضوع انا من وجهه نظري لا يشغله في ايه؟ النادي الاهلي واخد نادي القرن من 20 سنه. تمام. الاتحاد الافريقي اللي هي الجهه المنوطه بانها تعطي اللقب لفريق في افريقيا اديته للنادي الاهلي. صحيح. الاتحاد الدولي اكد على كلام الاتحاد الافريقي، والنادي الاهلي بقى له 20 سنه نادي القرن. كون بقى مع احترامي نادي الزمالك او نادي المقاولين او نادي اسوان او نادي اي حد شايف ان هو نادي القرن وعايز يرفع قضيه ولا عايز يجري على حق هو من وجهه نظره شايفه ان هو حقه، صحيح. لا الموضوع لا يشغل بال النادي الاهلي، كل واحد ياخد الاجراء اللي هو عايزه. فانا مش شايف ان النادي الاهلي موضوع زي ده من وجهه نظري انه يشغل. النادي الاهلي معترف بيه نادي القرن بقى له 20 سنه من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. تمام يا كابتن اسامه، تمام. حضرتك برضو تاريخ كبير يا كابتن، 28 بطوله مع النادي الاهلي، يعني اكتر واحد شال بطولات في النادي الاهلي حضرتك، يعني فاكتر واحد ممكن يدافع عن النادي الاهلي. وفي برضه حسام عاشور برضه طبعا اكيد، بس حضرتك يعني يا كابتن يعني الناس كلها بتشرف بحضرتك والله يا كابتن اسامه، يعني سعيدين بمداخله حضرتك، ونتمنى نشوفك في ايام تانية ولقاءات تانية كتير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. مع السلامه. نرجع لوليد ازارو.